قامت الحكومة الصينية في 13 من مايو في إكسو التابع لمنطقة شينجيان ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية بإجبار 50 عائلة على إرسال أطفالهم لمقاطعة شيجيانغ للعمل بها. وتخطط منطقة إكسو لإرسال 1500 طفل من الإيغور إلى شينجيانغ للعمل فيما تسميه بالقوى العاملة الفائضة. وقد اقترحت الحكومة المحلية في شينجيانغ إلى العمل على إرسال 100,000 من الأقليات العرقية للعمل في مقاطعات الصين المختلفة خلال 3 سنوات. في مختلف مناطق مدينة إيمين التابعة لإقليم شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية المحتلة من قبل الصين، احتجزت الشرطة فيما يسمى مراكز التعليم والإصلاح السياسي أكثر من 6,000 من الإيغور والكازاخستانيين، واضطر المعتقلين على الإضراب الجماعي بسبب مشاكل في الطعام المقدم لهم من قبل الحكومة، حيث تجبر الحكومة المحلية المسلمين على شرب الكحول وتناول لحوم الخنزير في سبيل إهانتهم. أثارت المأساة الإنسانية للفلسطينيين نقاشات حادة بين فلسطين وإسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وقد غادرت نيكي هالي المبعوثة باسم الولايات المتحدة قاعة المؤتمر أثناء حديث رياض منصور المبعوث الفلسطيني لمجلس الأمن، وقد شددت بريطانيا على وجوب التعامل مع هذا الموقف بحذر شديد. ناقش رئيس أوزباكستان في الولايات المتحدة الوضع الراهن وآفاق التنمية للعلاقات التعاونية بين البلدين والقضايا المتعلقة بالأمن بشكل أساسي، بالإضافة لاتخاذ تدابير لمنع الصين وروسيا من السياسات التوسعية في آسيا الوسطى. عقدت الجولة 9 من مؤتمر أستانا حول القضية السورية في 14 و15 من مايو بمشاركة روسيا وتركيا وإيران والمعارضة السورية، وناقش الأطراف بشكل أساسي وضع مناطق النزاع وسحب القوات المسلحة المناهضة للحكومة في شرق سوريا ومدينة حمص. أعلنت المفوضية الأوروبية يوروستات عن توقعاتها الأولية للنمو بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الأوروبي في بداية عام 2018، وكان نمو اقتصاد اليورو 0.4% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.